شايفين هذا السجن؟ من قوته وحصانته بيلقبوه بالجدار. هذا السجن في أقوى حراسة وأقوى مبنى. تخيل عزيزي المشاهد إنه هذا السجن محاط بجدار ضخم بوصل طوله ل 12 متر، وفي 3 متر من الجدار ممتد تحت الأرض. يعني صعب كثير إنك تحفر نفق وتهرب عن طريقه. الجدار حرفيا مصنوع من اسمنت وحجر وحديد، يعني فكرة إنك تحفره أو تكسره من سابع المستحيلات. وعشان هيك لقبوا هذا السجن بسجن الجدار. طب كيف في شخص ممكن انه يهرب من سجن زي هذا السجن؟ واساسا قبل 123 سنة حاولوا كثير من الاشخاص انهم يهربوا بس ما حدا قدر الا شخص واحد. هالشخص كان اذكى من الكل وقدر يسوي اشي ما حدا من قبله قدر يساويه. طيب مين هذا الشخص وكيف راح يهرب من سجن محصن وحراسته قوية زي هاي؟ ما بدي اطول عليكم اكثر ومباشرة راح نفوت باحداث القصة، بس اللي بدي اياه منكم لايك للفيديو، واذا كنت تشاهدني على التيك توك او الفيسبوك او الانستغرام شاهدني على اليوتيوب بتلاقوا رابط قناتي بالباي. ويلا نبلش وعلى بركة الله. سنة 1882 اتبنى السجن الغربي بأمريكا وتحديدا بولاية بنسلفانيا. السجن هذا اتبنى عشان ينتقل فيه أخطر السجناء بأمريكا، سواء مجرمين أو رؤساء مافيا أو سفاحين. عشان هيك كان لازم يحصنوا السجن أقوى تحصين. مثلا جدران السجن كانت مبنية بالاسمنت المدعم بالحديد وكانت عالية بشكل مش طبيعي، وحتى السمك تبع الجدران كان مش طبيعي. وبنفس الوقت الجدران كانت مبنية من أساس عمقه 3 متر تحت الأرض. وبسبب المواصفات هاي للسجن، السجن هذا تلقب بسجن الجدار. أبراج المراقبة بالسجن هذا كانت متوزعة بكل مكان، والحراس المسلحين كانوا مملين المكان والسجن، وحركة كل السجناء كانت مرصودة. وعلى مدار 100 سنة كل محاولات الهروب من السجن هذا فشلت. بس بسنة 1992 واحد اسمه نونو بونتس انحكم عليه 15 سنة بالسجن الغربي هذا بتهمة الاحتيال والسرقة. نونو لما دخل السجن لقى السجن جوا قايم وقاعد. السجن في عدد كبير من السجناء أكثر من المفروض، وحتى العنف بين المساجين يمكن يخلي سجين يقتل الثاني. هون نونو لما لقى إنه مش راح يقدر يتحمل الوضع اللي بالسجن قال لازم يحاول يفكر بخطة هروب. بعرف عزيزي المشاهد إنه اسم نونو ما بيوحي إنه بيقدر يسوي إشي لأنه اسمه كثير كيوت، بس نونو راح يبهرك بخطة الهروب اللي راح يعملها. لمدة 4 سنوات نونو بونتس كان يجمع معلومات عن السجن، وعرف انه المساجين بيخرجوا من الزنازن تبعتهم على الساعة 7 عشان يفطروا، وبعدين بيرجعوا بتوجهوا للمبنى عشان يبلشوا شغل بالمهام اللي السجن مكلفهم فيها، سواء صيانات او تنظيف او ما الى ذلك. وعلى الساعة 12 بكون وقت الغداء، وهاي فرصة كويسة لنونو انه يتعرف على سجناء ممكن يساعدوه بخطة الهروب تبعته. وعلى الساعة 4 العصر المساجين بيرجعوا مرة ثانية لزنازنهم، وكل أيامهم بتمشي بالشكل هذا. نونو بونتس عشان يعمل الخطة تبعته كان كل الوقت اللي بيقضيه برا الزنزانة كان يجمع معلومات عن الحراس وكيف أسلحتهم وإمتى بيقل عددهم بالسجن. ولما لاقى إنه الموضوع كبير قال لازم يلاقي حدا يشاركه بالعملية هاي، عشان عملية الهروب كانت أكبر من ما كان يتوقع. وفعلا ب 1996 دخل الزنزانة مع نونو واحد اسمه جريج، وفعلا الاثنين صاحبوا بعض. لما نونو عرض لجريج خطة الهروب تبعه ساعتها جريج رحب فيه، وبلشوا الاثنين يستخدموا المعلومات اللي جمعوها عن السجن عشان تساعدهم بخطة الهروب. وفعلا انسب حل وصلوا له انهم يحفروا نفق تحت السجن بودي لبر. طيب كيف وما فيش حدا فيهم عنده خبرة بالحفر؟ وعشان هيك بلشوا يدوروا على شريك ثالث عنده خبرة بالحفر، وفعلا لاقوا واحد اسمه كيفن كان محكوم عليه بالسجن لمدة 40 سنة بتهمة السرقة والسطو المسلح، بس بالأساس كان شغال بشغل له علاقة بالحفر. وفعلا نونو وجريك عرضوا على كيفن خطة الهروب، وكيفن رحب فيها. الخطوة الجاية بخطتهم انهم يدوروا على المكان المناسب جوا السجن اللي راح يبلشوا يحفروا فيه النفق. والسجن هذا من حسن الحظ كان فيه نظام لتشغيل المساجين، فكان نونو لازم يشوف انسب شغلة تعطيه صلاحية انه يدخل أماكن كثير بالسجن. وفعلا أنسب شغلة كانت الصيانة، فراح نونو لمهندس الشغل اللي مسؤول عن الشغلة هاي، وفعلا
المهندس شغل. بس بأول يوم نونو كان بمكتب مهندس السجن عشان يعرف ايش المهمة اللي راح يكلفوا فيها. بتطلع نونو جنبه وبيلاقي ورق مكتوب فيه مخططات ومباني وممرات وأبواب السجن، وهو هذا نونو اللي كان يدور عليه وزمايله تدور عليه. نونو مش قليل، كان كل ما يدخل لمكتب مهندس السجن يفتح الورق ويقعد يدرس فيه كويس عشان يلاقي مكان كويس يبدأ فيه النفق تبعه. وبيوم من الأيام نونو بونتيس اتكلف بمهمة صيانة بمستودع برا السجن. وفعلا نونو لما كان بالمستودع هذا حكى بعقله انه المستودع هذا راح يكون نهاية النفق تبعنا. المستودع ما كان حدا يدخله كثير وما كان فيه حراس، فلو لاقوا طريقة انهم يحفروا نفق للمستودع هذا مش راح يكون بينهم وبين الحرية الا باب واحد. وفعلا لما نونو رجع مرة ثانية وبلش يطلع على المخططات ولقى انه اقرب مكان للمستودع الخارجي من جوا السجن اللي هو مبنى الصيانة. ولحسن الحظ انه مبنى الصيانة نونو كان يشتغل فيه، بس برضه كان في مشكلة. كيف راح يقدروا يحفروا نفق من جوا مبنى الصيانة بودي للمستودع؟ بس لما قعدوا يدوروا شوي لاقوا انه في بوابة من جوا مبنى الصيانة، والباب هذا بودي على مكان زي ملجأ تحت السجن. والملجأ هذا كانت أرضيته طينية، يعني مكان مناسب لبدء النفق تبعه. بس المشكلة إنه باب مبنى الصيانة بيكون مغلق، فهم بدهم إياه يكون دايما مفتوح عشان يدخلوا وقت ما هم بدهم عشان يحفروا النفق. والباب هذا دايما بيكون مقفول والمفتاح تبعه مع الحارس. قعدوا الثلاث وصاروا يفكروا كيف يعملوا نسخة من المفتاح هذا، والحل اللي لقوه انهم يحاولوا يشتتوا الحارس اللي معاه مفتاح باي طريقه عشان يجي واحد من وراء من غير ما الحارس ياخذ باله ويطبع المفتاح على ماده اسمها ستاير فوم. الماده هاي كانوا يصنعوا منها علب تغليف واكواب ماء للسجن. وفعلا نونو اتفق مع اثنين من المساجين انهم يتخانقوا مع بعض قدام الحارس اللي معاه المفاتيح. ولما صارت الخناقه وراح الحارس يشوف المساجين، راح نونو من ورا الحارس اللي كان يزيح المساجين اللي كانوا يتخانقوا مع بعض، وطبع المفتاح تاع مبنى الصيانة على مادة الفوم. وخلال كم يوم باستخدام الأدوات من مبنى الصيانة اللي كان يشتغل فيها نونو، قدروا يصنعوا مفتاح مبنى الصيانة بمساعدة مادة ستاير فوم اللي طبعوا عليها المفتاح، وهيك بيقدروا يدخلوا لمبنى الصيانة بأي وقت. بس وهم بيجربوا المفتاح لباب مبنى الصيانة اللي عملوه لأول مرة، المفتاح انكسر جوا الباب. وهيك اذا واحد من الحراس شاف المفتاح جوات الباب راح يعرف انه في حدا كان يحاول يفتح باب مبنى الصيانة. ولو الحارس عرف مين عمل هيك، ساعتها نونو وجريج وكيفن راح ينحطوا بالسجن الانفرادي. والسجن الانفرادي هذا مش سهل، 23 ساعة جوات السجن الانفرادي وساعة واحدة برا. فقعد يفكروا مع بعض كيف انهم يشيلوا المفتاح المكسور من الباب قبل ما ينكشف. وفعلا نونو راح للورشة اللي موجود فيه ادوات الصيانة عشان يجيب الزرادية ويرجع مرة ثانية للباب ويشيل المفتاح المكسور. وفعلا طلعوا المفتاح المكسور بسرعة وعملوا نسخة ثانية للمفتاح، بس كانت اقوى من المرة الاولى بكثير. ولما جربوه على باب مبنى الصيانة فعلا فتح، وهيك قدروا يفتحوا باب مبنى الصيانة وينزلوا للملجأ اللي تحت السجن بأي وقت. بس برضه راح يحفروا حفرة عمقها كم، وراح تضلها ماشي معهم أكم متر تحت الأرض. والأدوات اللي راح يستخدموها راح يجيبوها من وين؟ كل الأسئلة هاي كانوا يسألوها الثلاثة لبعض اللي راح يشتغل. أول إشي جدار السجن ممتد 3 متر لتحت الأرض، فكان لازم عمق النفق اللي راح يحفروه مش أقل من 4 متر عشان يقدروا يعدوا من تحت جدار السجن. ولما نونو رجع يطلع على المخططات لقى إنه المستودع الخارجي بيبعد عن مبنى الصيانة 12 متر، فهيك طول النفق اللي راح يحفروه راح يكون 12 متر. وأدوات الحفر نونو اللي راح يجيبها لانه هو شغال بمبنى الصيانة، كان مسموح له انه ياخذ اي عدة هو محتاجها. وضلوا 4 أسابيع شغالين على الدور، كل يوم بعد يوم بيطلعوا من الزنزانة وبروحوا يحفروا شوية، بس نزولهم كل شوي لمبنى الصيانة مع بعض. وحتى لما يكونوا برا بكونوا واقفين مع بعض. واحد من المساجين بلش يشك فيهم. المسجون هذا كان اسمه كارمن كيلا، وكان محكوم عليه بالسجن المؤبد، وفهم انه كثرة نزولهم لمبنى الصيانة بدل انهم بدهم يعملوا خطة هروب، فقرر انه يروح يشاركهم بالخطة عشان يهرب معهم. نونو رحب كثير فيه وما اعترض، وكانت وظيفة كارمن
انه ينظم الوقت تبعهم، وقدروا يحفروا من النفق 9 متر. بس بيوم من الايام لما نونو راح لغرفة الطعام عشان ياكل، اتفاجأ انه صفارات الانذار تاعيت السجن اشتغل، والحراس اعطوا امر لكل المساجين انهم يرجعوا للزنازين تاعتهم، والسبب انه في 2 من الحراس حدا قتلهم. بس هون في مشكلة، كيفن وكارمن تحت بمبنى الصيانة قاعدين بحفروا النفق، والحراس قاعدين بيعدوا المساجين وبفقدوهم، ولو لاقوا انه هذول الاثنين مش موجودين ودوروا عليهم ولاقوهم بغرفة الصيانة، الخطة تاعيتهم راح تخرب وكلهم راح ينحطوا بسجن الانفراد. هون بعد ما الحراس جمعوا المساجين من غرفة الطعام، واللي منهم نونو، وكان يفكر كيف راح يروح ينادي اصحابه، وفعلا وهم داخلين للزنازن تاعتهم نونو اتفق مع 2 من المساجين انهم يتخانقوا مع بعض عشان يشتتوا الحراس. ولما صارت الخناقه نونو لاحظ انه الحراس مش ملاحظين عليه، واستغل انه الحراس مش منتبهين عليه وراح على طول لمبنى الصيانه ونادى اصحابه من النفق، وبعد ما طلعوا سكروا باب مبنى الصيانه ورجعوا مره ثانيه للزنازين تاعتهم ونجوا باعجوبه. تخيل انه كان بينهم وبين فشل الخطه دقايق بس، لولا تفكير نونو بونتس كان راحوا بخبر كان. المهم وهم بفكروا راح يعملوا ايش بعد ما يخرجوا من السجن، حكوا انهم لازم يسرقوا سيارة عشان يطلعوا فيها برا الولاية هاي، عشان هيك لازم يضموا للفريق واحد بيعرف يفتح ويسرق سيارات، لحد ما لاقوا واحد اسمه اندرو هايم، وهذا واحد من المساجين اللي عنده المهارة هاي. ونونو كمان ضم 2 من المساجين لانهم كانوا اصحابه وبحبهم وشفق عليه، وقرر انه يهربهم معاه. وبعد اسابيع من الحفر فعلا وصلوا للمستودع الخارجي، ولبسوا كلهم لبس العمال اللي موجود بالمستودع هذا، وفتحوا الباب اللي بودوا على الشارع، وكلهم خرجوا من المستودع. والحارس اللي على البرج المراقبة لما شاف انه المستودع برا السجن ولاقاهم لابسين لبس عمال سلم عليهم وخلاهم يمشوا عادي. هل نونو مش قليل؟ واول ما طلعوا اندرو هاي لاقى سيارة وفتح الباب تبعها وشغلها، وفعلا طلعوا بالسيارة هاي لبرا الولاية. وب8 يناير 1997 بتنجح خطة الهروب الاسطورية اللي كان العقل المدبر تبعها نونو بونتس، وضلهم 12 يوم برا السجن مدوخين الشرطة الأمريكية اللي كانوا يدوروا عليهم بكل الولايات. وبعد 12 يوم اللي عاشوا فيها بكل حرية اللي كانوا محرومين منها من سنوات، بس دايما بتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. بيوم 20 يناير الشرطة تبعت مكانهم وقدروا يقبضوا عليهم كلهم. تخيلوا بعد كل هذا التعب والجهد والتخطيط والتفكير بيكون ثمنه بس 12 يوم من الحرية. المهم بالنهاية انحطوا بالسجن الانفرادي وتضاعف الحكم عليهم كلهم، وهيك بيكون انتهت قصة الهروب من السجن الغربي في أمريكا. وإذا وصلت لنهاية الحلقة لهون بتمنى إنك تقدر تعبي بلايك، وإذا إنك مش مشترك بالقناة اشترك وفعل زر الجرس، وهسه بقدر أقولكم استنوني بقصص جديدة، والسلام علينا وعليكم.